الباب الرابع القضيه الوطنيه والعمل الدبلوماسي اللي كيعتبرها حزبنا انها قضيه الجميع. القضيه الوطنيه قضيه الملكي، قضيه الحكومه، قضيه الاحزاب السياسيه، قضيه المجتمع المدني، وقضيه الجميع، ليست بقضيه منفرده وليس بملف خاص بهذه المؤسسات دون المؤسسات الاخرى، وهذا ما تركز عليه وتركيز سياسي. كذلك الوضعيه الدوليه في اي اطار في اي سياق ياتي هذا المؤتمر الوطني التاسع. اريد من بين الابواب كلها اغتنم فرصه هذه الجلسه الافتتاحيه لاركز على الباب الثاني اللي هو اساسي بالنسبه لنا، واللي هو المغرب في خضم التحولات في المنطقه العربيه والمغربيه، نظرا لتواجد وجده على الحدود، نظرا لارتباطنا بالاقليم وبالدول العربيه وما يرج فيها، وحتى تكون اذكر فقط اننا في سياق هذا المؤتمر لابد ان نركز على هذا الجانب. ثلاث محاور اساسيه تنص عليها الوثيقه في هذا الباب، وهو التحولات الكبرى في المجال العربي والمغربي، ثم المميزات التجربه المغربيه، ومساله تكوين الحكومه انطلاقا من احكام الدستور. الوثيقه تعتبر ما يخص التحولات الكبرى في المجال العربي والمغربي ان الاسباب والنتائج هو الحراك السياسي والاجتماعي اللي عرفوا البلاد، الحضور القوي لوسائل الاتصال الحديثه وشبكه التواصل ودور القنوات وشبكه الانترنت الى اخره. فشل مشروع الشرق الاوسط الجديد اللي كان كينضروا ولم كان ينضر. سقوط الانظمه الاستبداديه لابد من استحضار هذا العمل. صعود تيارات الاسلام السياسي، فرصه تجريب سياسات اسلاميه نتيجه ايجابيه في بناء ديمقراطي. وكذلك من الاسباب والنتائج تمايز داخل العمل السياسي، تيار معتدل، تيار متطرف. دائما في هذا القسم المسار والتجليات. سمات الحراك الاجتماعي التعبير عن اراده التغيير والاصلاح، اختلاف المسارات من بلد اخر، تجارب متباينه، مد وجزر في تجسيد التغيير، تميز المسار التونسي ونجاحه النسبي، هذا تركز عليه الوثيقه، خصوصيه الثقافيه والحضاريه. المسار المصري نموذج مناقض من خلال سياده المقارنات الاقتصاديه والابتعاد عن التوافق. لنقارن ما وقع في مصر وما يقع في المغرب. التجربه الليبيه تعتبر الوثيقه شبه الانهيار الاولى، دخول الجماعات المسلحه. اليمن دعم دعوه النقاط السياسيه الى الحوار، اشتداد الاقتتال القبلي، صراع جنوب شمال. سوريا اللي ما زالت تعرف المخاض، تدخل قوي للجماعات المسلحه الارهابيه، تدخل قوي اقليمي ودولي من خلال التمويل والتشجيع والدعم السياسي والاعلام. والمغرب طبعا في المقارنه مع كل هذه الدول مسار له خاصيته. الربيع الديمقراطي بالنسبه لهذا الحراك الديمقراطي في المغرب. الربيع الديمقراطي ارتباط مسار الاصلاح بين الاحزاب الديمقراطيه والتقدميه والقيمه المضافه لحركه 20 فبراير. حراك ديمقراطي سلمي 20 فبراير حمل مشعل لمواصله المطالب بالاصلاحات، المطالبه بالاصلاحات. المغرب يتوفر على فضاء ديمقراطي نسبي، تعدديه حزبيه ونقابيه واعلاميه وجمعويه وتجارب انتخابيه. الاصلاح الدستوري مطلب اساسي في الحراك الديمقراطي في المغرب، تفاعل الحزب من حيث المضمون مع الحراك السياسي والاجتماعي، عدم مشاركه الحزب كمؤسسه في مسيره ومظاهره 20 فبراير دون الدعوه الى مقاطعتها ودون الاعتراض على انخراط الناظرين. لابد من تحديد استحضار هذا الموقف. التجاوب الملكي مع مطلب الاصلاح المركزي والاصلاح وكان الاصلاح الدستوري. المحور كذلك دائما التميز المغربي في الحراك الديمقراطي وهو دستور جديد متجدد اسهمت فيه كل الفعاليات، مقاربه تنظيميه اشتراكيه، اهميه تنزيل الدستور. فكان كذلك النتيجه حكومه الدستور الجديد. افاق التفوق والاجراءات الموضوعيه. السياق اول تفاعل الاصلاح والاستقرار، المصادقه على الدستور، تشكيل الحكومات، ائتلاف لقياده العداله والحكوميه ومشاركه حزب التقدم الاشتراكيه، تشكيل
حكومه رئيسها من حزب متصدر للانتخابات تشريعيه تفعيلا لمقتضيات القانون الاسمى للبلاد اللي هو الدستور. قبول حزب التقدم الاشتراكي للمشاركه في الحكومه قرار المشاركه تم اتخاذه باغلبيه واسعه من اللجنه المركزيه. تفهم تخوفات الرفاق الرفيقات من المشاركه في الحكومه، تتفهم الوثيقه كون ان واحد العقليه تتخوف وتخوفت، والان نلاحظ النتيجه. حكومه الدستور دائما ضروره تمييز بين الائتلاف الحكومي والتحالف الايديولوجي. جاء هذا في كلمه تاع رفيق